السلام عليكم، اهلا بيكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر احلى طاجن بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة، وجبة غذائية كده متكاملة باسهل طريقة، والطعم حقيقي حكاية. يلا بينا نشوف الوصفة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم ودي قناتي، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. شايفين حلاوتها؟ اول حاجة كده نقول بسم الله. معايا طاسة على النار، اضيف بقى 4 معالق زيت، معلقة سمنة. هبتدي بقى اشوح اللحمة بتاعتي، حوالي نص كيلو لحمة، اشوحها كويس على النار. وبعد كده ابتدي اضيف الاضافات، البهارات بتاعتي. هضيف كده فلفل اسود معلقة صغيرة، والملح بتاعي حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة قرفة. انا بحب القرفة جدا في اغلبية الاكل عندي، بنصحكم تجربوها، يعني حلوة جدا، بتدي طعم رهيب للحمة. اقلبهم بقى كويس اوي لحد ما تغير لونها، وبعد كده اضيف بصلة كبيرة مبشورة. تمام كده. معايا فلفل اخضر برضو فرماه، ومعلقة كده صغيرة هريسة، وفصين توم مفرومين. معلقة صلصة. بس خلاص كده بقى عصجنا اللحمة، وطعمها بجد رهيب. ابتدي بقى اضيف المكونات التانية. معايا حوالي كيلو بطاطس سلقاها، اضيف عليها بقى الملح، فلفل اسود، معلقة زبدة، معلقة قشطة. انا هنا مش عندي كريمة لباني اللي هي كريمة الطبخ. ضفت معلقة قشطة ومعلقة صغيرة كركم، واضيف حوالي كوباية لبن. اهرسها بقى كويس قوي، ما تضيفوش كوباية الحليب مرة واحدة، لا يعني بشويش كده لحد ما القوام يبقى معاكم بالشكل ده. شايفين؟ قوام متماسك شوية. نركنها بقى على جنب كده، ونبتدي نجيب الطاجن بتاعنا او الصينية بتاعتنا. ابتدي بقى اقسم البطاطس بتاعتي كده نصين. اول جزء كده هفرده في الصينية من تحت. خلي اول جزء ده سميك شوية، يعني مش تخلوه خفيف. تمام كده بالشكل ده. واي حتة عالية بقى احاول اسويها كده تبقى مفرودة حلو. اضيف بقى اللحمة المتعصجة بتاعتي، افردها كويس قوي. تمام كده. حاولي كده افرد اللحمة في كل الاجزاء بتاعة الصينية. وبعد كده اضيف بقى الجزء التاني من البطاطس، افرده كده في كل الاماكن الاول، يعني احط معلقة معلقة كده في كل مكان، عشان يسهل عليا بس الفرد في الصينية. انا مش مهم عندي اللي فوق يبقى قليل، اهم حاجة ان انا حطيت الطبقة اللي تحت عالية شوية. عندي بقى شوية جبنة ميكس او جبنة موتزاريلا اللي متوفر عندك. ابتدي بقى حطي بقى على الوش كده وما تبخليش يعني بالشكل ده. كل ما تخدمي الحاجة كده كويس هتطلع معاكي رهيبة يعني. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. انا مسخناه شوية من قبل كده. طبعا هي كل حاجة مستوية عندي، انا عايزة احمر بس من تحت ومن فوق، يعني مش هتاخد وقت، نص ساعة كده وهتبقى تمام التمام يعني.
شايفين شكلها حلو قوي. بجد اكلة حلوة جدا، واعملوها بس على طريقتي هتعجبكم قوي. شوية الاضافات اللي انا ضفتها ديت، الكركم في البطاطس والقرفة مهمين جدا، يا ريت تجربوها بالطريقة دي، بجد هتعجبكم قوي. نقطعها بقى كده عشان نشوف الجمال ده عامل ازاي. بشويش كده، هي اصلا طرية ومش محتاجة يعني. ناخد بقى خرطة كده من الجمال اللي احنا عملناه ده. بجد مش قادرة اقول لكم يعني هي رهيبة ازاي، بجد حلوة قوي قوي قوي. هي تتاكل كده، او تعملي شوية رز ابيض جنبها زي ما شفتوا في اول الفيديو، وبالطريقتين بصراحة تجنن. بتمنى بجد اللي تعملوها على طريقتي، واشوف رأيكم في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم على خير في الوصفة الجاية. باي باي.